اليوم أنا في القنصلية بختصر لكم باختصار. واحد عمره 50 سنة يصلح الأوضاع الأوراق والذا حق أسرته، مواليد السعودية، بناته وأولاده وزوجته مواليد السعودية، أكثر من 45 سنة أو من 40 سنة. والله العظيم إنه خلاني أحس إننا إيش رغم الحرب والجوع والدمار والفقر والمرض والوباء في اليمن، إلى أنه خلى اليمنيين المتواجدين في ساحة القنصلية يحسوا بقيمة الوطن. قال له واحد يا حاج انتظر يمكن يغيروا القرارات. قال قرارات ايش؟ وتغيير ايش فيها إذا صدر قرارات برسوم الأذن؟ ايش فيها إذا رجعنا لوطننا؟ قالوا أولادك وبناتك وهذا مواليد السعودية. قال وبناتي وأولادي مواليد السعودية ولكن وطنهم اليمن، والوطن يجري بدماءنا، ولا يستغني عن وطنه وعن بلده إلا إنسان يريد أن يكون هين، ويريد أن يتوسل ويبوس أقدام الناس كي يعفوه عن القرارات وكي يسامحوه عن القرارات. وهذا إنسان هين، هذا إنسان لا يعترف في وطنه. أما الإنسان اليمني الذي يعترف في وطنه فسيعود إلى وطنه مع أسرته ومع تجارته ومع استثماراته إلى اليمن. شوفوا على كلام عاقل، شوفوا على إنسان يفكر، مش مثل بعض الناس جالس يفكبك لي وين القرارات، وين القرارات علينا، ليش يفعلوا هكذا؟ يو دولة وسيادتها، دولة وقوانينها، دولة وقراراتها. اسمعوا الناس الكبار اللي يقول لك من لا يعترف بوطنه ومن يستقل قيمة وطنه ويريد أن يهان ويستعبد وينذل ويتوسل فليبقى. ما عندي قدرة إن أنا أدفع لهم حق الرسوم، هم يقولوا لنا كذا ولا كذا، توكلوا يا الأجنبي الله يفتح عليه، ما نبغى. قال يفهمها الإنسان، قال الذي هو كف والذي هو رجال والذي هو حر والذي يفهم. خذ عائلتك بدل ما تدفع بالشهر 25,000 إيجار شقة، خذ 25,000 واستأجر لك في اليمن ل5 سنين. بال25,000 السعودي تستأجر ل5 سنين، بدل ما تستأجر أنا سنة قال تستأجر 5 سنين، وتجمع حق 3 سنوات إيجارات وتعمر أفضل فيلا في اليمن، وتدخل تجارتك واستثماراتك وتستثمر باليمن، وبنبني وطننا وبنتسامح ونتصالح وبنعيش. أنا استغربت كلامه صح. شعب 30 مليون في اليمن على ايش عايشين؟ على الطاقة الشمسية، على الكهرباء، ما بيش كهرباء، على ايش عايشين؟ ليش الذي هم مواليد السعودية يعني الماء يختلف، السماء نفس السماء والأرض نفس الأرض ايش فيها الحرب؟ يرجع بلده جايزة من جايزة الشعب. بعضهم يقول يا أخي أنت مريض، إنه كيف يرجع يعيش باليمن ومواليد السعودية؟ طيب لا قالت لك السعودية انطرد مثل حرب الخليج، انطرد، ما ترد يا الأجنبي. ايش حتقول؟ حتقول أنا لي منعكم، ما بالله خلونا نعيش عندكم، احنا مول. اليمني إن شاء الله يولد براس جبل، مرجعك للوطن. لا تهينونا عند الناس، لا تهينونا عند خلق الله، خاصة الذي هم مع عوائلهم، لا تهينونا عند العوالم. استأجر لك دكان بدل ما تدفع 25,000 بالسنة، استأجر لك دكان 5,000 بالسنة، وال20 هذيك الألف خليها لك حلالك زلالك، ونمي بها في وطنك، استثمر فيها بوطنك، اعمر ابني في اليمن، وروح لعائلتك تعيش من جيز الناس، الرعوية والزراعة لا تشتو هاي البابا أبقى مايا يا بايا، روح يلا. معك وطن، والذي لا يفتخر بوطنه ويعتز بوطنه وبقيمة وطنه والله لو كان داخله نووي، حرب نووي، روح موت في وطنك، ولا تخلي قيمتك وكرامتك وكرامة عائلتك تندل وتتوسل لكفيلك أو لغيره يدفع عليك الرسوم أو يعفوكم من القرارات. عيب. هذه قرارات دولة، ولا يحق لنا أن احنا نكرهها أو نعقد على الدولة أو نكره الدولة أو نكره الشعب السعودي على أساس هذه القرارات. لا، بل نفتخر فيهم
ونقول لهم نحن أخوة ونحن جيران ونحن أمة إسلامية، وهذه قرارات بلدكم وهذه سياسة بلدكم لا لنا دخل فيها. احنا معانا وطن الذي هو كفو رجال والوطن يجري في دمه، يقول وهي كفيتم لها أنا وفيتم. معانا وطن نرجع نعيش في وطننا. لا، لكن بعض الناس يريد أن يكون هين، ويريد أن يكون ذليل، ويريد أن يكون جبان، يتوسل لكفيلة أو يتوسل للدولة تعفيه من القرارات ويا بكاء ويا حزاء، على أساس أن ابنه يقول يا بابا أبغى مايا يا بابا. روح اليمن عند جدته تدي عصيد وزوم تخليه يطلع مصرمح. هانا للدرب بالدرج جلس مربط 20 شهر على أساس أنه طاح من الباب. خليه يروح باليمن يضبطها الحمار ويبكر اليوم الثاني مثل الأسد. تحياتي. الوطن سكو بهذه الكلمة خلوها بعقولكم. الوطن مرجعكم للوطن.